عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم لمسات لينوشا. اليوم نهاري راحت دونك حبيت نتقاسم معاكم من نهاري كيفاش عديتو. حسيلو جمعة الكل نخدم البرا دونك نخدم نهار كامل نبدا البرا. حبيت نوريكم كيفاش نعمل الباتش كوكينج. دونك عملت باتش كوكينج نهارتها. قمت الصباح بكري. دونك عملت كوكيز. الوصفة متاع الكوكيز تلقاوها ديجا هبطتها قبل. كوكيز بلاش زبدة بمكونات متوفرة في الدار وفي ساعة يحضر. دونك هذه المراحل متاع التحضير متاعو. حسيلو بعد ما حضرت عملي طبق ونص دو توت فاسون هذيا حطيتهم في الفور اون باراليل. حضرت الطاوله متاعي وكي حضر حطيت منه فوق الطاوله والبارتي الاخرى حطيت خبيتها للايامات الجايين باش نحطها لفطور الصباح. حضرت حاجه اخرى لفطور الصباح، تابعوني في اخر الفيديو تلقاوها. بيان سور اللي يقول نهاية راحت يقول كسكسي. دونك بديت نطيب في فطوري. دونك طيبت فطوري كسكسي. دونك بديت بالفلفل. اول حاجه عملتها حطيت الزيت، رميت 3 قرون فلفل. تنجموا تعملوا اكثر ولا اقل، كل حد وهو العائله نتاعو شنو فيها. خليتهم هكا تقليو ومن بعد خرجتهم الزيت ومن بعدها قصيت البصل وحطيته في الزيت يتقلى. انا الكسكسي الحقيقه حبيته هكا كسكسي فرح. دونك حطيت عندي الحمايات في الفريجيدير حطيتهم وخليتهم يتقليو مع البصل شويه ومن بعد بديت نفوح. بديت بالطماطم. حسيلو حطيت زوز مغارف كبار طماطم، مش كبار برشا باش ما تجيش مطمطمه وكل. قليتهم هكا مع اللي حطيته. دونك حطيت مغرفه ملح وحطيت فلفل احمر. تنجموا تحطوا هروس، تحطوا اللي تحبوا نتوما، انا اكتفيت بالفلفل الاحمر وحطيت عليه هكا على راس المغرفه شويه فلفل اكحل. دو توت فاسون الكسكسي باللحم ما يستحقش برشا فايح، جست شويه ملح، شويه فلفل احمر وفلفل اكحل وسي بون يكون يفوح روحه بروحه دايوغ. نقعد كل مره نمرق بشويه ماء حتى لين نحضر معناها يحضر نمرق الكسكسي متاعي. هوني اون باراليل حطيت كسرونه، حطيت فيها الحمص يغلي وفوحتو الحمص هذاك بشويه ملح وكركم. وهوني حطيت الكسكسي متاعي. خذيت الكسكسي الرقيق، الكسكسي الجويد بالكل. بالنسبة للكسكسي نحطه هكا في ريسيبيون، في حاجة كبيرة هكا واسعة اللي من بعد تخلط فيها على راحتك وما يتكبلكش الكسكسي على اليمين وعلى اليسار. بالنسبة للفاح متاع الكسكسي نستحقوا ملح. هوني حطيت مغرفة هكا مش معناها مغرفة كبيرة، اما مغرفة صغيرة هكا مليانة وشوية باش ما يجيش مسوس وكل. من بعدها حطيت زيادة مغرفة صغيرة قرفة مرحية، وعندي زاده هوني عود قرنفل مرحية كالعود قرنفل هذاك القرفة وكل. وهوني عندي زاده مغرفة صغيرة كركم ومغرفة صغيرة فلفل اكحل. دونك جو ريكابيتول، حطينا الكسكسي جويد نحطوا عليه مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة فلفل اكحل، مغرفة صغيرة كركم، ومغرفة صغيرة عود قرنفل، ومغرفة صغيرة زيادة قرفة. هذوما نصب عليهم الزيت. انا الحقيقة نعمل زيت زيتونة يفوح خير الحقيقة، اما كل حد يحط الزيت اللي عنده. ومن بعد نخلطوهم هكا نحكوهم نفركوهم بين يديتنا بالكدا باش يدخل الفاح والزيت في الكسكسي ويجينا فايوح هكا وبنين. وتوا نصب عليه هكا شويه ماء هكا دوب ما نصب عليه شويه ماء، معناها ما نكثرش في الماء باش بعد كي يشرب الصوص يجي بنين وما يلبدش هكا في بعضه. ونخليه يرتاح شويه وبعد ما يرتاح نعاود نفركو بداياتي. انتر طون يكون الصوص متاعنا غلي وانا حطيت الكسكاس متاعي. وهوني الكسكسي متاعي حطيته في الكسكاس وخليته يفور في عقله. كيف يفور الكسكسي دونك نصبه في الريسيبيون ونسقيه بالصوص متاعو. نخلطه بالكدا هكايا وكي يحضر نحسو هكا تسقى بالكدا بالصوص نحطه في الصحنه ونزينه معناها باللي حضرنا، نزينوه باللحم وبقرينات الفلفل والحمص بالزبيب ويجيب العظم زايده. انا العظم ما عملتش الحقيقه، ما عملت زبيب ونسيت ما زينتش بيه. حسيلو هكا يكون الطبق متاعنا الاول احضر، نتعداو مع بعضنا للطبق الثاني.
البلا الثاني اللي انا حبيت نعمله باش ناكلوه في وسط الجمعة كان مصلي، دونك مصلي بالحوت. الحوت استعملت دوراد، بيان سور تنجموا تستعملوا الحوت اللي متوفر عندكم. هوني خذيت هكا ريسيبيان، حطيت فيه زيت اللي عندكم، معاه مغرفة ملح، نحطوا زيادة مغرفة فلفل أحمر، حطيت زيت ثوم هرسته، وهوني عنا كمون دونك فاح الحوت. هذوما خلطتهم بالقدا وباش نفوح بهم الحوت متاعي. دونك خذيت كعبة الحوت متاعي، فوحتهم بالقدا وحطيت في وسطهم الفاح بالقدا. حطيتهم اكوتي في ريسيبيون اخر وخليتهم يشربوا الفاح متاعهم. وفي نفس اللي باش ندخلها للفور، معناها الطبق اللي باش ندخلو للفور، باش نحط الخضرة متاعي اللي معناها اللي باش نطيب بها المصلي. دونك انا هوني عندي بصل، تنجموا تستعملوا البصل المتوفر عندكم. انا هوني عندي البصل الشتوي دونك استعملته. حطيت قرينات فلفل كيف قصيتهم. حطيت البطاطا، الطماطم زاده قصيتها رونديلاتو وحطيتها. ومن بعدها هذوم الكل حطيت فوقهم كعبة الحوت متاعي. بعد ما تفوحوا حطيت كعبات قارص من فوق، رونديلات القارص باش يزيدهم بنة على بنة. والغمكان اللي انا ديجا خلطت فيه الفحات، صبيت فيه شويه ماء هكا باش كملت مصمصته من الفاح اللي في وسطه، وصبيت على جناب دونك الماء ما يلزمنيش نصبه فوق الحوت ولا فوق الخضره. وهذوما هزيت حطيتهم في الفور وخليتهم يطيبوا في عقلهم. دونك بعد ما حطيت المصلي متاعي في الفور، توا باش نتعدى نحضر دو بلا اون باراليل. بالطبيعة كي نقولوا ديما باتش كوكينغ، أغلبية الحال ديما المقرونة بالصلصة تكون حاضرة. دونك عملت طنجرة للمقرونة بالصلصة وطنجرة لللوبيا. دونك قعدت نفوح فيهم اون باراليل. دونك قليت الفلفل في الزوز، ومن بعدها حطيت الطماطم. بالطبيعة المقرونة تحب أكثر الطماطم من اللوبيا. هوني حطيت الدجاج، دونك الزوز باش نعملهم بالدجاج. قعدت نقلي وميم طون نمرق بشويه ماء باش ما تتحرقليش الطماطم، وقعدت نفوح فيهم اون باراليل. دونك هوني فوحت بالكليل والزعتر. الحقيقه نحب نحط الكليل والزعتر كي نبدا سورتو مطيبه بالدجاج. حطيت شويه ملح، حطيت بسباس تابل وكرويه، شويه فلفل احمر وشويه فلفل كحل. بالنسبه للمقرونه هوني حطيت الرند وحطيت الحمص. من بعدها مرقت الطنجر متاعي، وبيان سور اللوبيا حطيت لها اللوبيا متاعها، معناها اللوبيا عندي ديجا لوبيا منفخه حطيتها. وبالنسبه للمقرونه رميت فيها كعبة البطاطا وخليتهم يطيبوا، وتعديت باش نحضر الروسيت اللي من بعدها. بالنسبة للروسيت اللي من بعدها عملت حاجة حلوة. دونك الفطور الصباح هكاكا، في فطور الصباح ما نحيرش، خاطر انا الحقيقة اكثر حاجة تكيدني هي فطور الصباح. هوني بالنسبة للكيك تلقاو الروسيت بتاعو ديتايي في فيديو وحدة. دونك باش نحطها غابيدمون. حاسيلو الكيك هذيا تجي خفيفة وبنينة وبكعب عظم اكاهو. تو نخلي لكم قدرة ربي اللي متاحها في الفيديو، زاد تلقاوها في صندوق الوصف. دونك انا هوني حطيت كعب عظم، رشة ملح، 7 مغارف سكر. دونك هذم الكل خلطتهم مع بعضهم وزدت معاهم ساشي سكر فاني. ومن بعدها نبداو نزيدو كعبة ياغورت، 1.5 ياغورت معناه بالكيلو متاع الياغورت حليب، 1.5 زيت. ومن بعدها نزيدو الفارينة، 1 خميرة متاع حلو، ونخلطوهم الكل مع بعضهم. انتر طون احنا نكونوا حضرنا المول متاعنا، عملنا فيها شوية زيت وفارينة، وبعد نصبوا فيها البريباراسيون متاعنا ونزينوها. زاد انا زينتها بالشوكولاته، نتوما تنجموا تزينوها باللي تحبوا نتوما، ولا تحطوها كيف ما هي، راهي تجي خفيفه وبنينه على الاخر. حسيلو من بعد نكون سخنت الفور انا انتر طون، وندخلها ونخليها تطيب في عقلها. نصيف ساعه 7 درجات كيكه بقدره ربي تكون حاضره. وهذا الكيك متاعي بعد ما خرج من الفور. دونك قصيته حطيته في صحين وخبيته.
فوالا يجي بنين كما قلت لكم، جربوه بقدرة ربي ما تندموش. بما انه سيتي ان ديمانش دونك بديت في التحضير نتاع اللانش بوكس نتاع منه متغدوة. دونك حطيت في الكومبارتيمون الاول من الكيك اللي حضرناه ديجا مع بعضنا، حطيت زيتا كعبة كوكيز من الكوكيز اللي حضرناه مع بعضنا زيتا، وحطيت كعبة دقلة، وهوني حطيت خبز بشوية زبدة ومعجون. وهذوما كان الاقتراح متاعي لللانش بوكس متاع الصباح. هكا لي بلا متاعي يكونوا حضروا بوغ توت لا سمان، حطيتهم في الحكوك متاعهم وحطيتهم في الفريجيدير، وهكا نكون ارتحت جمعة كاملة ونكون ربحت الوقت في حاجات أخرى. دونك نعمل معاكم غيكاب على الحاجات اللي حضرناهم. دونك نبداو بالحاجة الأولى اللي حضرناها مع بعضنا، وهي الكوكيز. دونك هذا كانت الفطور الصباح. من بعدها عنا كسكسي، كسكسي بالحمل العلوش، وبيان سور تنجموا تزيدوا عظم وزبي. بالنسبة للوصفة الثالثة كانت مصلي، أنا اخترت أنه يكون بالحوت. دونك عملت كعبة دوراد جاي فاوح وبنين على الآخر كلينه لو لوندومان. وهوني عندي عملت زيدا لوبيا وصوص مقرونة بالدجاج الزوز، وعملت زيدا الفطور الصباح عملت كيك. دونك بقدرة ربي استنوني في وصفات جديدة، وإن شاء الله بقدرة ربي نهبط دي غوسيت متاع باتش كوكينج يسهلوا عليكم تحضيرات الجمعة متاعكم. إن شاء الله نتقابلوا في وصفة جديدة، وبسلامة.